الراجل اللي في الصورة على الشمال دوت، اللي صورته جنب صورة المعرس وزير التعليم، الجاهل الجهول بصمجي. ناس نشر عنه بتقول ان هو تم تعنيف مدير الإدارة من السيد الوزير بطريقة لم يتحملها الرجل امام المدرسين والعاملين بمدرسة المؤسسة بالباجور منوفية طبعا. وسقط الرجل أمام الزملاء في المدرسة، ولم يتوقف الوزير عن التعنيف، وأكمل باقي كلامه الذي لم يتحمله مدير الإدارة: تجيلي مكتبي بكرة في العاصمة الإدارية. والتعنيف دوت ترتب عليه إن الراجل مش وقع بس، مغمى عليه، الراجل مات. الراجل مات يا جماعة. انتوا متخيلين البلد دي وصلت لإيه؟ البلد دي وصلت إن هي بتقتل مش الإنسان بس، دي بتقتل أنظف حاجة موجودة في البلد. انتوا تحسوا إن كل الكوادر اللي جايبها ابن زنا المحارم، ابن مدام مليكة تحتاني، كلهم ولاد مليكة تحتاني. يعني بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، لو هيغيروا ويخلوا اسم الأم في البطاقة فكلهم ولاد مليكة تحتاني. الواد ابن نرمين الجاهل ده، الوزير الجاهل المتخلف البصمجي اللي مزور شهاداته، ده كان المفروض يترمي في السجن. لكن لما الناس كشفوا انه مزور شهاداته، شالوا بس منه لقب دكتور، مع انه مزور كله توتالي. فبقى طبعا ماشي زي الجربوع اللي مشغله، اللي كان بيقول لك سامي عنان بيقول له مين اللي حط الاستيكه في البريمه ولا الاستيكه في القلم المنتن، فيعني راح رمى الراجل في السجن. فهو ابن الوسخه ده برضو بينتقم بقى من كل الناس المربيين الافاضل اللي بيطلعوا اجيال، فهو بيقضي عليهم، يعني بيوريهم ان الجهل هو سيد الموقف، وهو دلوقتي سيد المرحله اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. فاكرين انتوا كان في فيلم قديم كده يونس الشلبي نصب عليه عادل ادهم، وبعدين جابه قدام صحابه في الغرزه وضحك عليه، قال له الحق لازم يمشي ولا الباطل اللي يمشي؟ قال له الحق اللي لازم يمشي. قال له طب ما تمشي ياض. هو ده بقى اللي بيحصل دلوقتي. وطبعا المثل اللي انت تفهمه يا ابن نرمين: كل هلهولة على الكوم لازم تشوف لها يوم، او زي ما بيقولوا الفلسطينيه صلى الخرا مره وبيحلف عليها بالطلاق. واحد جاهل ابن وسخه كان المفروض يعني اخره يشتغل صبي فراش في الوزاره او في مدرسه ابتدائي، فجاه كده لقيت نفسك وزير. فانت لازم طبعا تموت العلماء وتموت الاساتذه الافاضل اللي بيعلموا الولاد. لعنه الله عليك.